فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا وواحدة من أغنى دول العالم، لكن اليوم الخبراء والمنظمات الاقتصادية يحذروا الديون وصلت لمستويات خطيرة، والعجز في الميزانية ما زال يكبر، وحتى البعض بدأ يتكلم على احتمال أزمة مالية كبيرة إذا ما صارتش إصلاحات عاجلة. لكن كيفاش وصلت فرنسا اللي كانت تعتبر رمز القوة الاقتصادية لها الوضع، وهل صحيح أنها على حافة الإفلاس؟ هذا الشيء اللي باش نكتشفوه في الفيديو هذه. المشكلة الأساسية اللي بدأت تعاني منها فرنسا في الفترة الأخيرة إنه الدولة ولات تصرف أكثر برشا من اللي تدخل. كل عام الحكومة الفرنسية تجمع في كمية مهولة متاع ضرائب، لكن في نفس الوقت تصرف في مبالغ أعلى برشا من الضرائب هذه. وأبرز البنود اللي ولات تاكل في ميزانية الدولة هي التقاعد والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والتعليم والدفاع. ومؤخرا ولا فما بند جديد على حساب البنود الاجتماعية هذه، وهو فوائد الديون اللي الحكومة تسلفتها على مدى سنوات. والمشكلة الأكبر في فرنسا إنه الحكومة قاعدة تغطي في العجز الكبير هذايا بديون جديدة، وهكايا عام بعد عام تراكمت الديون حتى لين تجاوزت أكثر من 117% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، بينما العجز المالي يظل مرتفع فوق 5%، وهو أعلى برشا من السقف المسموح به في دول الاتحاد الأوروبي اللي في حدود 3%. أبرز أزمة موجودة حاليا في فرنسا هي أزمة التقاعد. واحدة من أكبر المشاكل في فرنسا هي نظام التقاعد. الفرنسيين يعيشوا لفترة أطول، وعدد المتقاعدين يزداد باستمرار، بينما عدد العاملين اللي قاعدين يمولوا في النظام متاع التقاعد هذايا ماشي ينقص مع الوقت نتيجة العوامل الديمغرافية. هيك علاش الحكومة الفرنسية حاولت مؤخرا انها ترفع في سن التقاعد، لكن القرار هذا يتسبب في مظاهرات واضرابات ضخمة في البلاد، والحكومة في الاخر اضطرت للتراجع وتأجيل بعض الاصلاحات. وهذا يعني انه انفاق الدولة باش يظل مرتفع في السنوات القادمة وما فماش اصلاحات حاليا. المشكلة كما قلنا أن الديون أصبحت مكلفة. في الماضي كانت فرنسا تقترض بفوائد منخفضة وشبه صفرية، أما اليوم بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أصبحت خدمة الدين تكلف الدولة عشرات المليارات من اليوروهات كل عام، وهذا يعني جزء كبير من أموال الضرائب باش يمشي فقط لدفع فوائد القروض بدل الاستثمار في الاقتصاد أو تحسين الخدمات. مع هذه الكل فرنسا تعاني من الركود الاقتصادي والنمو البطيء جدا. فرنسا ما هيش في حالة ركود كامل، لكنها تنمو ببطء شديد. النمو الاقتصادي الضعيف يجعل زيادة الإيرادات الضريبية أصعب، بينما تبقى المصاريف مرتفعة. بالتالي الحكومة تجد نفسها مضطرة إلى الاقتراض مرة أخرى لسد العجز، فتدخل في حلقة مفرغة من الديون. والأزمة السياسية زادت الوضع تعقيدا. الإصلاحات الاقتصادية في فرنسا أصبحت صعبة جدا، والمحاولة لتقليص الأنفاق أو رفع الضرائب تواجه احتجاجات أو خلافات سياسية داخل البرلمان. هذه الانقسامات جعلت المستثمرين ووكالة التصنيف الائتماني أكثر قلقا بشأن قدرة فرنسا على السيطرة على ماليتها العامة، وبدأت تتخفض في التصنيف الائتماني متاع دولة فرنسا. وبطبيعة ما نجموش نقولوا أن فرنسا حاليا مفلسة، لكن إذا كملت بالريتم هذا وكملت بسيستم العجز متاع الميزانية المفخم، وكملت تتسلف فلوس باليوروهات بكميات مهولة، باش تدخل روحها وباش تدخل الاتحاد الأوروبي كامل في أزمة اقتصادية تنجم تؤدي الأزمة اقتصادية عالمية أصلا. وكلنا رينا سابقا أنه صار في أزمة اليونان، أما أزمة فرنسا ما تشبه جملة، على خاطر قاعدين نحكيو على دولة الدين العام متاعها بريسك 4 تريليون أورو، اللي هو رقم فلكي جدا، وما فما حتى جهة في العالم تنجم تغطي عجز كيما هذا.